الكمبيالة ببساطة هي ورقة تجارية فيها أمر من شخص اسمه الساحب لشخص تاني اسمه المسحوب عليه إنه يدفع مبلغ معين في تاريخ محدد لشخص تالت اسمه المستفيد أو لأي شخص معاه الكمبيالة. ناس كتير بتستخدم الكمبيالة كطريقة لضمان حقوقهم المالية، لكن لازم نكون فاهمين طبيعتها القانونية كويس. وهنا بتيجي النقطة اللي بتفرق بينها وبين الشيك أو إيصال الأمانة. على عكس الشيك اللي ممكن يكون مرتبط بجريمة إصدار شيك بدون رصيد، أو إيصال الأمانة اللي بيكون دليل على إن حد أو شخص استلم مبلغ مالي على سبيل الأمانة. الكمبيالة لوحدها ملهاش حماية جنائية. يعني ببساطة لو الشخص اللي عليه الكمبيالة ما دفعش قيمتها في الوقت المحدد، القانون مش هيعاقبه بالسجن عشان ما دفعش. لكن ده مش معناه ان الكمبيالة ورقة ملهاش قيمة، بالعكس دي أداة مهمة وليها فايدة في حالات كتير. في حالة لو اللي مدي الكمبيالة جهة معروفة وليها سمعتها كويسة زي شركة كبيرة أو شخص عنده أملاك، في الحالة ديت الحكم القضائي اللي هتاخده هيكون ليه قيمة، لأنك هتقدر تستخدم الحكم دوت عشان تجبر المدين انه يدفع المبلغ اللي في الكمبيالة. كمان تقدر تحجز على املاكه عشان تستوفي حقك وتاخد التعويض لو في تأخير او اضرار. اما بقى لو اللي مديك الكمبيالة شخص مش معروف او ما عندوش املاك ظاهرة، حتى لو اخدت حكم قضائي لصالحك ممكن تلاقي صعوبة كبيرة في تنفيذ الحكم واسترداد حقك، لانه ببساطة مفيش حاجة هتقدر تحجز عليها. عشان كده نصيحتي لكل اللي بيتعاملوا بالكمبيالات، خدوا بالكوا كويس جدا قبل ما تقبلوها كضمان. لازم تتأكدوا كويس من هوية ومقدرة الشخص اللي بيصدر الكمبيالة، ما تعتمدوش عليها كضمان وحيد لحقوقكم المالية، خاصة لو الطرف التاني مش موثوق فيه أو مش معروف. شكرا لحضراتكم، واستنونا في فيديو جديد بموضوع جديد.